الموضوع هو موضوع قضية الديجيل، يعني هذه مو مجال خطبة، يعني احنا نعترف على من فضلك نعم. خاطب رئيس المحكمة ورئيس المحكمة يخاطبني. انت مالك حق. انا جزء خاطبني من المحكمة، انا جزء من المحكمة، وعلى المتهم على المتهم بأنه يترك هذا أستاذ العفو أستاذ. نعم نعم. ما يصير. لا هي دقيقة، ترى اللي يسوي هوسة أطبق قانون بحقه. لا مش جزء. اللي منكم يسوي يعني ضجة أطبق قانون بحقه. استاذ ما يصير أطبق القانون بحقه. بالنسبة للسيد مدعي العام، نعم. المفروض أنا أطلب من المحكمة بأن المتهم يدخل في موضوع القضية ولا يتطرق إلى أمور خارج موضوع القضية. نعم. المفروض بالسيد مدعي العام يأخذ الإذن من المحكمة. نعم. بالنسبة لكم اللي يدخل بالفوضى راح أطبق قانون بحقه. أطبق قانون المحاماة وأحيل مغفورا إلى التحقيق. سمعتوا؟ هاي محكمة مو فوضى. هذا محكمة. نعم محكمة. نعم أنا أقول لك محكمة. لو مو محكمة ما كنت ما تفضل تلك ساعة كلمة علينا عن والله لو الأمريكان فلا تقدر لا أنت ولا أبوك يجيبني إلى مكان مثل هذا. احترم نفسك. احترم نفسك أنت. أنا محترم نفسي. أنا قاضي. من يحترم شنو هذا الأسلوب؟ شنو هذا الأسلوب منك؟ هذا أسلوب. أنت أمام قضية جنائية، أنت متهم بقضية جنائية خطيرة، قتل أناس أبرياء. أنت جاوب على هذه القضية، احنا أعطيناك فرصة تجاوب. البارحة فقط مو صراعك القديم بينك وبين أمريكا. في بغداد هذول مو أبرياء، مو عراقيين. الصراع تستخدم مشتكين. شنو دخل صراع بينك وبين أمريكا بموضوع هذه المحكمة؟ احنا محكمة عراقية جنائية، ما لنا دخل من موضوعك السياسي. ماشي. أنا دا خاطب العراقي الذي له دخل، وجنابك جيب نفسك عنها. أما الآن فإن المجرمون الذين جاءوا تحت ذريعة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل كما جعل الجلسة سرية ومغلقة. ماشي.